جذب المال والثراء من خلال الطاقة الكونية أو قانون الجذب يعتمد على مجموعة من الممارسات الروحية والعقلية التي تهدف إلى توظيف طاقتك الداخلية والكونية لجذب الوفرة المالية. إليك بعض الأوامر أو الخطوات الطاقية التي يمكنك تطبيقها. الأولى: التأكيدات الإيجابية، الأفكار القوية. كرر عبارات مثل: أنا مغناطيس للمال والثراء، الكون يمدني بالمال بسهولة ووفرة، أستحق الثراء والازدهار. قل هذه العبارات يومياً بتصديق ومشاعر إيجابية. التخيل الإبداعي، الفيزياليزيشن. تخيل نفسك وأنت تمتلك المال الوفير، تشتري ما تريد وتعيش حياة الرفاهية. اجعل هذه الصور واضحة وحية في ذهنك، واشعر بمشاعر الامتنان كما لو أن الأمر قد تحقق. ثالثاً: الامتنان. اشكر الكون أو الله على النعم المالية التي لديك حالياً حتى لو كانت صغيرة. الامتنان يفتح أبواباً للمزيد من الوفرة. إرسال الأوامر للكون قل بأسلوب واضح وواثق. أطلب من الكون أن يوجهني إلى فرص الثراء. أنا أفتح أبواب الرزق الواسعة بسلاسة. ثق بأن الكون سيجيب طلبك. التنظيف الطاقي: تخلص من المشاعر السلبية مثل الخوف من الفقر أو الاعتقاد بأن المال صعب المنال. استخدم تقنيات مثل التأمل لتصفية الذهن، إحراق ورقة تكتب عليها معتقداتك السلبية عن المال. السادس: جذب الفرص. انتبه للإشارات والفرص التي يرسلها لك الكون، مثل أفكار جديدة، مقابلات، عروض عمل. تحرك بثقة عندما تظهر هذه الفرص. السابع: الطقوس الطاقية. بعض الناس يستخدمون أحجار الكريستال مثل البيريت أو الكوارتز الوردي لجذب الثروة. الشموع الخضراء لون الرزق في الطاقة. كتابة الأمنيات في دفتر ووضعها تحت وسادتك. العطاء لفتح أبواب الرزق. التبرع بجزء من المال حتى لو بسيط يساعد في تدوير طاقة الوفرة. التاسعة: الثقة بالكون لا تشك في العملية حتى لو لم تظهر النتائج فوراً. قل: أثق بأن الكون يعمل لصالحي دائماً. العاشر: التحرك الفعلي. الطاقة لا تعمل دون أفعال. ابحث عن فرص، طور مهاراتك، وكن منفتحاً لطرق جديدة للكسب. تذكر، الفكرة الأساسية هي الانفتاح الطاقي بلس الفعل الواعي. عندما تصحح طاقتك الداخلية وتتخذ خطوات عملية، يبدأ المال بالتدفق إليك بطرق غير متوقعة.